مدرسة الحقوق الملكية اتعرفت زمان باسم مدرسة الحقوق السلطانية، وكانت واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في تاريخ مصر الحديث. ودلوقتي بقت كلية الحقوق في جامعة القاهرة. في 1868 في عهد الخديوي إسماعيل بنوا مدرسة الحقوق الملكية، لكن في البداية كانت مدرسة للإدارة واللغات، هدفها تخريج جيل من المتعلمين اللي قادرين على إدارة شؤون الدولة الحديثة. كانت مصر وقتها في طريقها إلى التحديث، وكانت بحاجة إلى كوادر قانونية وإدارية تفهم القوانين الحديثة وتتعامل مع العالم اللي بيسابق الزمن. وده خلى الطلاب يدرسوا قانون باللغتين العربية والفرنسية تحت نظام مستوحى من المدرسة الفرنسية. ومع مرور الوقت مدرسة الحقوق بقت كيان مستقل، وعملوا ليها مكان كلاسيكي عالي الطراز في حي المنيرة بالقاهرة، ولسه موجود لغاية دلوقتي. وفي 1925 دخلت كلية الحقوق أو مدرسة الحقوق الملكية فصل جديد، الجامعة المصرية، واللي هي دلوقتي جامعة القاهرة. وكان وقتها مش مدرسة أو كلية عادية، دي كانت مصنع بيخرج لنا أبطال وقادة سياسيين كبار، منهم سعد زغلول قائد ثورة 1919، ومصطفى كامل ومحمد فريد من رموز الحركة الوطنية، المفكر قاسم أمين، وفقيه القانون الكبير عبد الرازق السنهوري. وعشان كده سموها مدرسة الوزراء. ومع مرور الوقت نقلوا كلية الحقوق داخل حرم جامعة القاهرة، لكن المبنى القديم زي ما هو واقف شاهد على التاريخ. مدرسة الحقوق الملكية أو كلية الحقوق هتفضل صفحة مضيئة في تاريخ القانون وفي نهضة مصر القانونية.